السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وصحة جيدة. فيديو ديال اليوم غادي نشارك معكم هاد التحلية الرائعة اللي كتجي منعشة وكتجي بنينة بزاف وسهلة في التحضير وكتوجد بسرعة. هاد التيراميسو او شنقول الشكل ديال التيراميسو ولكن بطريقتي الخاصة، كتجي غزالة بزاف. ماشي نفس الطريقة ديال التيراميسو ديال الكريم، ولكن انا زدتها بزاف ديال الاضافات ونقصت بزاف ديال الحوايج، ومن نفس الكريمة عدلت كلاص ديال الحامض او ديال الليمون كيجي خطير بزاف. نبداو على بركه الله. المقادير: فاول حاجه غادي نحتاجو في المكونات الاولى، عندنا هنايا هاد البسكوي ديال التيراميسو، عندنا هنا 2 حامضات ونص ديال الليمون معصر، عندنا هنايا 2 معالق ونص ديال الطحين. بالنسبه للطحين فانا ما استعملتش المايزينا، لان المايزينا كتعقد بزاف، الطحين كيخلي الكريمه كتبقى شويه سائله. عندنا هنا واحد 6 معالق تقريبا السكر، غنقسمهم على حساب اللي غنديرو. هنا عندنا الجبن، انا استعملت الجبن العادي لان كاينه شي دول ما كيكونش فيهم الماسكاربون، بزاف البنات كنعرفهم كيقولوا لنا غير متوفر، فاستعملت الجبن اللي موجود في كل شيء. كاينه شي بلايص ما فيهمش الماسكاربون وهذا كيتقام اقتصادي. فهنا عندي نسيترو ديال الحليب، انا عملت الكريمه بكميه كبيره حتى غنخرج منها كلاص. صافي زدت السكر، غنزيد الطحين، تقريبا درت غير 2 معالق هنا عيني وميزاني باش ما تجينيش عاقده بزاف. المهم غادي نخلطها مزيان. شعلت العافيه ولكن الحليب باقي بارد، غادي نخلطها مزيان باش يذوب لي الطحين دغيا في الحليب. كما قلت لكم دائما ملي تبغيو ديروا الكريمه وما بغيتوهاش تجيكم عاقده بزاف، لان المايزينا كتعقد بعض المرات بزاف، استعملوا الطحين. الا بغيتوا التحليه ديالكم ولا شي حاجه تجيكم شويه ماشي عاقده بزاف، ديروا غير الطحين. زدت هنا ديك العصير د الحامض كامل وغادي نبدا نحرك بهذه الطريقه. دابا راه بدات العافيه كتسخن شويه بشويه، غادي نبقى نحرك حتى كنحتاجو تاع نحصلوا على واحد الكريمه عاقده يعني بحال كريم باتيسير بنكهه الليمون. زدت هنا واحد شويه د الملون باش يعطينا داك اللون الاصفر. بالنسبه اللي بغيتو ديروا الكلاص بوحدو، فهاد المقادير ديال هاد الكريمه هذه غير استغنوا عليها تماما، ديروها غير بالقشده الطريه وبالليمون وبالسكر، ولا اللي عندكم نيستلي كتجي احسن. كتخلطوا نيستلي الحليب نيستلي المركز مع الليمون وكتخلطوه مع القشده الطريه ملي كنضربوها مزيان صافي، وكتعدلوا كلاص ديالكم. صافي من بعد ما عدلت الكريمه وعقدات لي خليتها على جنب. هنايا جبت القشده الطريه من الثلاجه، عندي نص لتر، ومعها الجبن والسكر نص الكميه اللي بقالي. صافي غادي ندوزو دابا غادي نضربوا هادوك المكونات مع بعضياتهم. ضروري هاد القشده الطريه تكون بارده مزيان، واحسن نوع ديال القشده الطريه هنا في اسبانيا هي استوريانا. خطيره بزاف، يعني كتعقد بسرعه وزوينه بزاف، هاتي كتبقى شاده راسها. بالنسبه للناس اللي بغاو يعدلوا حتى الزبده بلديه يصاوبوها بهاد القشده الطريه، فتعطيهم كميه كثيره مقارنه مع القشده الطريه ديال الماركه ديال السوبيرات ميركادونا ولا شي نوع اخر. صافي زدت الجبن والسكر وغنحركهم مزيان حتى يعقد ليها. انتم كما كتشوفوا راها عاقده وكتجي وكتطلع بسرعه، ما كتاخذ شي وقت نهائيا، تاخذش منكم حتى 5 دقائق. حيت واحد شويه باش نخليه للتزيين. صافي غادي ناخذ واحد المول طويل ديال الكيك، غادي ناخذ هذوك البسكوي ديالنا ديال التيراميسو، غنقطع منهم شويه لان ما غاديش يجيوني، وغادي نبقى نفزقهم في الحليب. اللي بغى يعملهم في عصير الحامض ولا شي حاجه يديرهم، المهم انا درتهم في الحليب وغادي نستفوهم حتى غادي نستفوهم كاملين. صافي من بعد ما استفتهم كاملين، صافي ديك الطريفات اللي شاطولي حتى هما درتهم في الجوانب. هنايا الكريم ديالنا من بعد ما جبدناه من الثلاجه، الكريم باتيسير عملتها في الطاسه وعملتها في الثلاجه، رغم انها ما بردتش تماما. هي اللي بردت تماما غادي تعقد اكثر، فانا كنت مزروبه فما خليتهاش تبردت تماما. نتوما وجدوها على بكري على 2 سوايع قبل وعاد خلطوها مع القشده الطريه ما تبغيو تضربوها، حيت انا وجدت كل شيء في دغيا بالزربه، خشيتها في الكونجيلاتور باش تبرد دغيا. صافي غادي نبقى نزيد ديك شويه ديك الكريمه الحامض اللي عندنا مع ديك القشده الطريه، وغادي نبقى نخلط من التحت للفوق باش القشده ما تهبطناش بهذا الشكل هذا حتى غنساليو. والكميه اللي بقات لنا ديال الكريمه ديال الحامض غادي نخليها حتى غادي نديرها مع لا كلاص اللي قلت لكم، حتى نزيد نخلطها وغادي نعملوها كلاص. ولكن عطات واحد المذاق رائع في الكلاص. صافي خديت انا هاد اللي كنزوقوا به الطارطات هو اللي غادي نستعمل باش يسهل عليا انني نخدم به. صافي غادي نهز ديك الكريمه غادي نكبها كامله في الوسط، وهي اللي غادي نعمر بها
الطبقه الثانيه بهذا الشكل هذا. صافي غادي نكمل بهذه الطريقه نعمرو. كتجي ساهله انكم تعمروها هنايا حسن في الجيب الحلواني. صافي غنكمل بالطريقه هيدا اللي كتشوفوا، وغادي نزيد الطبقه الثانيه ديال البسكوي. بالنسبه لهاد التحليه كتبغي تاخذ وقتها في الراحه باش ديك البسكوي كيتشرب بداك الكريم اللي درنا. صافي من بعد ما درنا الطبقه الثالثه غادي نزيد الطبقه الرابعه عاود ديال الكريم بنفس الطريقه. راه هاد الكميه تقريبا عطاتني يترو ديال الكريم، لان عملت نص لتر د الحليب ونص يترو ديال الكريم شونتي اللي غيدير غير التحليه يعمل النص د الكميات. صافي من بعد ما كملتها غادي نخليها في الثلاجه تبرد مزيان واحد 3 سوايع ولا 2 سوايع، على الاقل 2 سوايع. وهاد الكريمه اللي بقات غادي نزيد عليها الكريمه د الحامض اللي بقات، غنخلطها مزيان وغنكبها في شي طاسه وغادي نعملها في الثلاجه. بالنسبه لاكلاص كياخذ وقت طويل باش انه كما كتعرفوا انه يجمد، فغادي نخليه ليله كامله. صافي خلطته مزيان وغادي نزيد معاه بشر الليمون يعني او الحامض. ها انتم كما كتشوفوا ديال هذوك الليمونات نيت كنت بشرتهم. صافي وغادي نخلطهم مزيان. غناخذ شي طاسه غادي نكب فيها الخليط ونعملوه في الثلاجه. صافي غادي نديرو في الثلاجه ورا كتعطي واحد المذاق رائع، لان فيها هذيك كريمه الحامض وفيها الجبن وفيها القشده الطريه، يعني كتعطي حتى القوام كتعطيه غزال حسن من ديك عير كريم شونتي والليمون اولا الكريم شونتي والليمون ونيسلي ما كيعطيش قوام. هذا هو الشكل النهائي ديالها من بعد ما خرجتها من الثلاجه ومن بعد ما زينتها. انا زينتها بطريقه الحامض وزينتها شويه بديك القشده الطريه اللي كانت خليت مضربه وشويه ديال الليمون. المهم نتوما تزيين اختياري، كل واحد يدير اللي بغا. فراه هي جدت راسها مزيان. ها نتوما كما كتشوفوا جات غزاله وكتجي بنينه بزاف. نتمنى تجربوها. غادي نقطع لكم الطرف منها باش تشوفوا القوام ديالها من الداخل كيفاش كيجي. فانتم القوام ديالها كيجي بحال حلوه لاكريم، كتجي غزاله وبنينه. وهذا البسكوي اصلا ملي كيفزق مزيان راه كيجي بحال الكيك، ما كتفرقيش بينه وبين الكيك اللي كتصاوب وسهله دغيا. انتم كما كتشوفوا القوام ديالها غزال وحتى المذاق خصكم تجربوها باش تعرفوا المذاق ديالها كيفاش كتجي رائعه. وهذا الكلاص ديالنا من بعد ما بات ليله كامله. هانتوما كما كتشوفوا جبدته قبل بربع ساعه، وعاد غادي ناخذ دابا غادي نهزو وغادي نعمل غادي نعمر داك الكاس وندير لكم التزيين ديالو ونرجع معكم في الاخير باش تشوفوا الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي ديالو. انا زينته بالكراميل وزينته بشويه النعناع. المهم التزيين كيبقى اختياري. داك الكراميل كيهرس شويه النكهه ديال الحامض. انا بعدا من عشاق نكهه الحامض كيعجبني بزاف، يعني غير كتبدلوا المذاقات شويه. نتمنى الفيديو يعجبكم، نتمنى تشاركوه مع الاصدقاء والاحباب. شكرا لكم على المشاهده.